قصة هتصدمك اتذكرت في القرآن الكريم من 1400 سنة، مع انها لسه حاصلة من 160 سنة بس. سنة 1848 كان في واحد امريكي اسمه فينيس غيج، كان عامل في السكة الحديد، كان راجل محترم جدا وصادق وكل الناس بتحبه ومعروف بامانته العالية في الشغل. لكن للاسف وهو شغال يحصل انفجار في بارود القطورات، ودخل سيخ حديد من تحت عينه الشمال لحد ما طلع من فوق راسه عشان يفصل الجزء الامامي من مخه عن الجزء الخلفي. والغريب بقى ان الراجل ده ما ماتش بعد الحادثة، لا ده فضل عايش والفترة كبيرة كمان. لكن بعد ما قام الحادثة اصبحت اخلاقه سيئة جدا وبيكذب طول الوقت وكمان بذيء اللسان. ساعتها العلماء استغربوا جدا من اللي حصل وعملوا دراسات على دماغه عشان يعرفوا ايه اللي حصل له ده. اللي اكتشفوه يا صديقي المسلم ان الفص الدماغي الامامي من المخ واللي هو اسمه بري فرونتال كورتكس بيكون هو اللي مسؤول عن الاخلاق والكذب والصدق عند الشخص. وهنا بقى نرجع للقرآن الكريم. ربنا نزل في سورة العلق: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة. الآية دي نزلت في أبا جهل. ربنا بيقول في الآية الكريمة دي إن هو هيعذب ناصية أبو جهل لأنها بتكذب وبتخطئ. والناصية دي يا صديقي المسلم هي نفس المنطقة اللي هي الفص الدماغي الأمامي من المخ اللي قلنا عليها في أول الفيديو. وربنا خصص تعذيب أبو جهل المنطقة دي بالذات لأنها هي المسؤولة عن الكذب والخطأ. سبحان الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك وشارك الفيديو مع غيرك، الدال على الخير كفاعله. شكرا.